بالنسبة للأجواء في مدينة العيون، أجواء أنا سعيدة وفرحانة بها، لأنها يكفي عن ساكنة العيون وتواجدهم الآن في ساحة المشوار دليل قاطع على فرحتهم بهذا القرار السعيد الذي هو في صالح الجميع. اليوم عندنا مدينة العيون أصبحت وردة جنة، كل شيء فيها جميل، أضواء، أراضي، ساحات، كلها تحتفل برجوع الصحراء المغربية إلى أرضها الأم. السلام عليكم، احنا جد فرحانين بهذه المبادرة الطيبة اللي عاشت مدينة العيون المساء ومساء الأمس حتى هو اللي المدينة كتعبر على الفرحة ديالها بأضوائها بناسها بالناس ساهرين على جمالية المدينة كذلك. وليداتنا فرحانين باستقلالية الصحراء. وأخيرا غادي نتنفسوا نفس عميق جدا باش غادي نزيدوا نصب بلادنا مازال قدام ان شاء الله، ونخليو كلمه للوليدات. كساكنة مدينة العيون كنرحبوا بالقرار اللي صدرته الأمم المتحدة في حق الصحراء المغربية، ونحن كشعب مغربي من طنجة للقويرة كنحتفلوا وكنساندوا صاحب الجلالة بهذا الاحتفال. احتفالية أكثر من رائعة هنا في العيون، بل في كل المدن المغربية، وأنا أتابع بالفعل. خرج المغاربة ليعبروا عن فرحتهم بهذا الانتصار بعد 50 سنة. ومرة ثانية أبارك لكل أهلي وناسي من المغاربة الكرام، ولا يمكن في خضم هذه الفرحة أن أنسى جلالة الملك الحسن الثاني صاحب المسيرة الخضراء رحمه الله العبقري. وأنتم أيضا متابعي هذه القناة وهذا الموقع، لكم مني كل حب، ودائما وأبدا الصحراء مغربية. دمتم بخير وشكرا لكم.